ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. انا عملت معاكم فيديو بتاع العيش اللي هو البلدي اللي بتعمل في البيوت، اللي هو العيش الفلاحي. النهارده هنعمل مع بعض العجينه بتاعت الشعريه اللي هي بيقولوا عليها ساعات مخروطه، بس دي لو اتعملت طريه اللي هي متبقاش معموله في الفرن. النهارده هنعملها اللي هي بتتعمل في الفرن، بتتحمص في الفرن وبياكلوها بلبن، اللي هي بيقولوا عليها شعريه بلبن. اول حاجه بتجيبي دقيق وتحط عليه ميه بس، مش هنحط ملح، مش هنحط سكر، مش هنحط خميره، مش هنحط اي حاجه تانية. والميه بتحطيش كتير. انا ما عرفتش اصور اول حته، ما لحقتش اصورها، فصورت من بدايه ما حطوا الدقيق وعليه الميه، وبدأوا يعجنوا كده شوية بشوية. هي عجينتها بتبقى مفرفتة كده شوية، وبيبدأوا يلموها بالراحة، ويرشوا كده خفيف مية بإيديهم على العجينة بحيث انها تتلم، وفي نفس الوقت ما تبقاش سايحة كده في بعضها. اهم حاجة تبقى بالشكل دوت، وتتلم واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. ياخدوا حبة حبة من العجينة، عشان طبعا احنا عاملين كمية كبيرة، فبياخدوا حبة حبة وبيبدأوا يعجنوا فيها كده، وبيلموا بيها شوية الدقيق المتفتول الصغير. وأي حد عنده مكنة الشعرية يقدر يعملها حتى لو كل يوم، لأنها سهلة جدا. بصوا كده بعد ما لميناها شوية، ده شكلها طبعا واضح انها طريت عن الأول بكتير. برضو بيبدأوا يلموها كده في بعضها، وبيضغطوا عليها ضغطة ورا التانية بحيث انها تبقى برضو لينة شوية. لما يجوا يشكلوها على شكل دوريات ويحطوها في الآلة بتاعتها اللي بتطلع الشعرية من الناحية التانية، تبقى سهلة كده وطرية وما تتقطعش معاهم. شايفين عاملة ازاي؟ العجينة كده بدأت تتلم واحدة ورا التانية. هي بس تبقى عايزة مجهود شوية، واي حد يعمل كمية كبيرة هيحس ان الموضوع تقيل عليه شوية، لكن عملته حبة قليلين بحبة قليلين هيبقى الموضوع اسهل لكم بكتير، مش هتوجع لكم ايديكم ومش تحتاجوا المجهود ده كله. بيضغطوا كده جامد عليها من فوق بحيث انها كلها تتدكك كده في بعضها. سهلة جدا. ودلوقتي بنحط الردة او نحط دقيق عشان لما نيجي نعملهم في العجينة ما تلزقش قصدي لما نيجي نعملهم في الآلة بتاعة العجين ما تلزقش في الآلة. نحط كده الردة وعليها شوية دقيق او دقيق بس، وبعد كده بنبدأ نقرص مدور، يعني ناخد حبة كده ونعملهم زي ما انتم شايفين كده ما هي في ايدينا. نبدأ نعملها على شكل دورية، وبعد كده بنحط عليهم شوية الردة دول، او نحطها على الردة والدقيق او على الدقيق بس زي ما اتفقنا. بياخدوا حبة من الحلة ويغطوها عشان اهم حاجة ما تنشفش العجينة بتاعتهم. بعد كده بيجيبوا واحدة كده من العجين ويقلبوها في الدقيق، وبعد كده يدخلوها في القلم من قدام، فبتبدأ تفرد العجين بالشكل ده، بتبقى رفيعة كده زي ما انتم شايفين. وبوريكم واحدة كمان، بيبدأ ينزلها كده ويلفوا المكنة فتبقى بالشكل ده، بشكل اسطوانة كده. شايفين؟ سهلة جدا وسريعة. ده شكل الشعرية بعد ما عملوها في المخرطة. تعالوا هنا بقى اوريكم بتطلع الشعرية ازاي. بتحطها في الحتة الأخيرة ديت من المكنة، وبيبدأوا يفردوها بعيد عن بعضها عشان بحيث انها ما تكلكعش كده في بعضها وتبقى معجنة. بصوا بيدخلوها ويلفوا، وبتبقى في ايديها شوية من الردة او الدقيق تنزلها عليها كده عشان بحيث انها ما تلزقش برضو في المكنة. شايفين عاملين زي الشعر؟ الموضوع سهل جدا وسريع، وبجد حاجة كده تشجعكم تجيبوا اولادكم حواليكم وتعملوها، وجميلة قوي اصلا في الشتاء لما بتتاكل على اللبن، او حتى لو حطيت عليها سكر وعسل بس تبقى طعمها حلو قوي وبيتدفي. بصوا بتدخل في المكنة من قدام تفرد، وبعد كده بتعمل الشعرية بالشكل دوت كده. نيجي بقى في مرحلة التحميص بعد ما ننشرها كده في الشمس ونلمها اخر النهار في اي طبق كبير. بنبدأ نحط شوية كده في الصينية ونحطهم في الفرن،
ونحمصهم كده بحيث ان هم ياخدوا لون ذهبي. بس كده.